ايه ده، هو محمد عبد المنعم سافر بره مصر من غير ما يقضي الخدمه العسكريه؟ اه يا حبيبي، سافر بره مصر من غير ما يقضي الخدمه العسكريه، زيه زي اي لعيب محترف، زيه زي اي لعيب في مصر داخل مصر هنا. طب ليه دوت؟ لان المعارضه بتاعه الخدمه العسكريه ما بتتعارضش مع الرياضه، فهم بيعملوا ايه؟ بيحددوا مصيرته. ممكن هو يطلع بره مصر فعلا، بيعملوا له اعفاء مؤقت. اعفاء المؤقت دوت مثلا لو هو خارج 3 سنين 4 سنين مضى على اي حاجه من كده، فده بيبقى موجود بين اتحاد الكوره وما بين الخدمه العسكريه او الهيئه العسكريه. فالهيئه العسكريه طبعا بتوافق عليه، بيقعد مثلا 3 سنين وبيجددوا التصريح ده تاني، يعني حتى لو هيمضي تاني ويعمل حاجه فبيجددوا له التصريح ده تاني. طبعا ده لكل اللعيبه اللي في مصر، مش لمحمد عبد المنعم بس، ولا الكلام اللي انتوا عمالين تطلعوه وتقولوا حاجات كده غريبه انا مش فاهم. كل لعيبه مصر المحترفه محدش فيهم دخل الجيش، و90% و95% من